والله العظيم لو ولات الجزائر ضحكه ولعبه في العالم باسره. هذا غريان عنده 39 سنه ويضحك على بلد عندها ثوره وعندها تاريخ. وهذا السيد هذا بوتفليقه عنده 80 سنه ما تكلمش مع الشعب نتاعو منذ 4 سنين ولا كلمه واحده. واليوم لقى عنده وقت باش يكتب بريه ولا كي يقول لك برقيه للماكرون ويهنيه على هذا لا بريزيدونس اللي داها. اخي واش هاد الناس راهم يضحكوا على شعب تاع 40 مليون؟ هذه فرنسا عندها ديمقراطيه وعندها تاريخ وعندها كل شيء، وكان عندنا مع السياسه مع الجزائر وفرنسا هذه منذ 50 سنه، وقبل كان الاستعمار. ولكن علاش تقول، علاش يا عبد الرحمن تقول بانه ماكرون يضحك على الجزائريين؟ علاش يضحك على الجزائر؟ كنت تسمع فيه العمامره يقول هو صديق الجزائر. العمامره وخليني من هاد الناس اللي خربوا الجزائر وخونوا الجزائر ويدافعين ماليتهم دايرينها في فرنسا، اللي شرا لوتيل، اللي شرا ابارتمون، اللي شرا بيت، اللي شرا دار، اللي شرا فندق وهي ماشيه. بيان سور يضحك عليهم. شوف يا اخي، كاين 6000 كونترا بين الجزائر وفرنسا هذه منذ 5 سنين او 4 سنين. بدا اللي الجزائر عملت كونترا. ما هي القضيه نتاع ماكرون؟ ماكرون انسان ضرب اللعبه وعنده عقليه، عارف واش كاين، عارف واش كاين في الجزائر، عارف الرزق والمال اللي داخل لفرنسا من الجزائر، لا سعداني ولا توارب ولا اي. نقدروا نتكلموا على اي على فلان وفلتان. اسمع لي. طيب لكن انت كنت تقول هادو ماكرون عرف لا بسيكولوجي تاع الجزائر. عنده 2 ملايين تاع جزائريين هنا اللي يصوتوا يفوت. 2 ملايين عايشين في فرنساويين، وعنده في الجزائر قول واحد 600 او 700 الف جزائريه اللي تصوت حتى هي في القنصليات. قال لك في الاول هذا كان انسان بوحده، قال انا نضرب لها لعبه. مشى للجزائر ويتكلم على الاستعمار والاستعمار. هذه الكلمات تكلمها شيراك، هذه الكلمه تكلمها ساركوزي في قسنطينه وانا كنت معاه، ويزيد يكلمها الاخر. اسكو الجزائر راهي تتكلم على هذا الاستعمار اللي مات، ولا تتكلم على الايكونوميكيه نتاعها وعلى المال نتاعها وعلى الشعب نتاعها اللي ما يلقاش البطاطا كانت تسوى في وقت الاستعمار بالك 4 دورو، اليوم راهي ب 40,000 ومازال داخله رمضان تولي ب 60,000. البنان اللي كان ب2 دورو ولا اليوم ب 80,000. الناس تتكلم، والناس راهي ناعسه، كاينين ناعسين في البيت 5 6 تاع الناس به بعائل.